السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معاكم مذكر كما يسموه في مدينة بسعادة، في مناطق أخرى يسموهم بساس، طاجين ولا المثقبة. زدنا له واحد الإضافات زادوا له في الهشاشة والطعم. طعم روعة، ما تقدروش تكتشفوه إلا إذا جربتوه. نروح نشوفوا المقادير مع بعض. طريقة التحضير: عندنا هنايا 3 كيلات سميد، من الأحسن يكون السميد متوسط. الكيلة اللي تحبي تكيلي بها كملي بها نفس كامل المقادير. هنايا عندي مغرف صغيرة خميرة الخبز، عندي مغرف سكر، عندي مغرف ملح، وعندي على راس المغرف خميرة الحلوى. راح ندخلوا كامل المكونات في بعضهم. وهنا عندي لدام خليط بين المارغرين والزيت. رايح نفرغ لدام تاعي على السميد. هنا هاني فرغت لدام تاعي ورايحة نبدا هذاك السميد نبسس فيه. هنايا في هذه المرحلة خذوا وقتكم، نتوما تخدموا فيه حوالي واحد 3 دقائق 4 دقائق باش يدخلنا هذاك لدام في السميد، يتشرب لنا كامل هذاك السميد هذا يتشرب لنا لدام. وهنايا الخميره تقدروا ما تضيفوش خميره الحلوى، تكتفوا بالخميره تاع العجين تاع الخبز. هنا الخميره تاع الخبز هي اللي راح تمدلو هذيك الهشاشه. وهنا هذا المكون راح نضيفوه هو الياقوت الطبيعي. عندي علبه ياقوت طبيعي وراح نضيف عليها ماء دافي ورايحين نخلطوها مليح، ورايحين نطمو به هذه العجين. رايحين نخدمو بالاصابع فقط، ماناش رايحين نعجنو، رايحين ندخلو هذا السوائل في السميد، الماء والياقوت في السميد. بما اننا في الشتاء من الاحسن نديرو الماء دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد. صراحة هذو الاضافات اللي زدناهم راح يزيدونا في البنة. وهنا اللي ما يحبش يضيف الياقوت الطبيعي راح يديروه مذكر عادي، يضيف الخميرة، ما تكثروش ما تبالغوش في الخميرة، نصف ملعقة صغيرة. ورايحين نديرو نطيبوه عادي المذكر، نطيبوه في الطاجين ورايحين نلمو. ونقدروا نستعملوا الزيت، مش شرط نستعملوا لدام في المذكر العادي. هنا رايحين نجيبوا كيس بلاستيكي راح يساعدنا في الخدمة. راح نحل العجينة تاعي ما نرققهاش، ورايحة كذلك نضيف كيس بلاستيكي من الفوق. هنا راح كي نضيفوه راح نعقب عليها بالحلال وما نبسطهاش ياسر باش السطح تاعها يعود لنا املس كيما هاك. ورايحة نقطعها دوائر بأي حاجة عندك، كاس عندك، قطاع عندك، أي شيء عندك قطعي به. هنقطعها على هذا الشكل. مام الأطفال رايحين ياكلوها، أنا ولادي عجبتهم وكلاوها. تقدروا تشربوا بها قهوة، حليب، العشية ولا الصباح، رايحين يجوا ولا أروع. راح نسقم هنايا الحبات تاوعي قبل ما نديرهم يطيبوا. كيما هنا تقدري تخليهم واحد 5 دقائق 10 دقائق باش تطيبيهم، ماشي شرط ديريهم طول طيبيهم، راح يجوك يساعدوك تعودي حتى تهزيهم، راح ينشفوا معانا. انا رايحه نطيبهم. وهنا ياك طيبيهم كل مره حركيهم باش يحمروا لك، تبقاي تحركي فيهم حتى يحمروا من الجهتين. كيما تقدري طيبيهم في الطاجين، هنا تبقاي تحركي فيهم كل ما تقلبيهم تحركيهم باش يطيبوا من كامل الجوايه، ما تقعدلك الجهه بيضاء وجهه طيب، ويطيبوا كامل كيف. نستمروا على هذه الطريقه حتى نكملوا كامل المذكر اللي عندنا. هنا مام الاطفال رايحين يعجبوهم، يصلحوا ديريه مع قهوه حليب الصباح، فطور الصباح ولا العشيه كي يخرجوا من ليكول.
راح نكمل كامل المذكر تاعي طيبوا بنفس الطريقة، راح نشوفوهم في صحن تقديم. وهنا تقدروا تحطوهم بهذا الشكل ولا في الصحن بهذا الشكل. وهنايا مع العسل اللي حب يضيف لهم العسل من فوق راح يجوا كأنكم تاكلوا في المقروط. برك الإضافة اللي درناها هي الياقوت الطبيعي والخميرة. وهنا نقول لكم إن شاء الله تجربوا الوصفة وتنجح معاكم من أول مرة. نقول لكم اشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. في الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى مع فيديو جديد.